النهاردة عندنا موضوع مهم وبيحير ناس كتير قوي، وهو ليه الإنسان لازم ينام؟ هل النوم ده مجرد راحة ولا هو حاجة مهمة جدا لحياتنا؟ تعالوا نكتشف مع بعض. أهلا وسهلا بكم في أول حلقة من برنامج سؤال وجيه مع حسن. انتوا عارفين إن احنا بنقضي تقريبا تلت حياتنا في النوم. يعني لو انت عندك 30 سنة فانت قضيت منهم 10 سنين نايم. طيب لو النوم ده مش مهم، ليه احنا بنحتاجه بشكل كبير؟ في البداية لازم نعرف ان النوم ده مش مجرد عملية طبيعية، لكن هو كمان عملية حيوية بتأثر على كل جزء في جسمنا. أثناء النوم جسمنا بيقوم بعمليات تجديد، زي مثلا عندك رقم 1 إعادة بناء العضلات والأنسجة. أثناء النوم الجسم بيبدأ في إصلاح العضلات اللي تعبت أثناء اليوم، وكمان بيجدد خلايا الجلد والأعضاء. تاني حاجة تحسين الذاكرة والتعلم. اليوم ده بيساعد الدماغ على تنظيم وتخزين المعلومات اللي انت اكتسبتها خلال اليوم، وده مهم جدا لتحسين الذاكرة والتعلم. تالت حاجة تنظيم هرمونات الجسم. النوم بيلعب دور مهم جدا في تنظيم هرمونات الجسم، زي هرمون النمو وهرمونات التوتر، وده بيأثر على صحتنا العامة ومزاجنا. رابع حاجة تقوية الجهاز المناعي. أثناء النوم الجهاز المناعي بيكون أكثر نشاطا، وده بيساعد الجسم على مقاومة الأمراض والفيروسات. وطبعا لو احنا منمناش كويس ده ممكن يؤدي لمشاكل صحية خطيرة، زي ضعف الذاكرة وضعف المناعة وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. باختصار النوم ده مش حاجة رفاهية، لكن هو حاجة مهمة جدا لجسمنا وعقلنا. هو ده الوقت اللي بيقدر فيه جسمنا ان هو يريح نفسه وبيجدد طاقته عشان نكون جاهزين لليوم الجديد. لو انتوا عايزين صحة جيدة وحياة متوازنة يبقى لازم نهتم بجودة نومنا زي ما بنهتم بأي جانب تاني في حياتنا. لو انت وصلت لحد هنا فانا بشكرك على المشاهدة، ولو عجبك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. ولو انت عندك سؤال ولا حاجة اكتبوا لنا تحت في التعليقات. والى اللقاء في حلقة جديدة من سؤال وجيه مع حسن.